سنة 95 أنا جيت أبو ظبي ألتقي مع الأمير الجد. كان لاجئ فندق أبو ظبي في الانتركونتيننتال. نعم. وصعدت له بالدور العاشر، كانوا عاطينا جناح وكانت حالته مزرية. كان الصحافة الغربية تسميه الأمير التائه، لأنه كانت طائرته يشاهدونها مطار جنيف ويشاهدونها مرة مطار أورلي وهو يلف مش قادر يرجع بلده. فلما قابلته قال لي انه اول شيء حيفعل، وكان واثق من العوده منتصرا، يقول اول شيء حفعل لما ارجع انه ابني هذا العاق اللي هو حمد سوف انفيه الى خارج قطر، واما حمد بن جبر فسوف اعلقه في مشنقه في اكبر ساحه في الدوحه. وقال ايضا انه انا اشعر بالندم لاننا رفضنا اقتراح الشيخ زايد الله يرحمه بانضمام قطر الى الاتحاد الامارات. كان ممكن قطر تصبح الاماره الثامنه. يقول رفضنا واصرينا على الاستقلال، لكن لما جيت الان الى ابو ظبي وعشت فيها وشفت ما جرى لبلدي وما فعله به ابني، ايقنت ان احنا لو كنا انضمينا الى الامارات العربيه المتحده وكنا الاماره الثامنه لكان امورنا تغيرت واختلفت حالنا